السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعينا، اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم عن ملخص فيلم بيرل. يبدأ ملخص فيلمنا النهارده مع بطلتنا اللي بتعيش مع والدها المشلول ووالدتها المفترية دي، مثال الأم القاسية شبه نجم إبراهيم كده بتاعت ريا وسكينة. وندخل في ملخص فيلمنا النهارده. ولو انت أول مرة تشوف قناتنا اتمنى تدوس لايك وتدعم مجهوداتنا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحكايتنا هتبدأ مع بطلتنا بيرل اللي حلمها تكون راقصة استعراضية. هي بترقص جوه غرفتها وتدخل عليها والدتها وتقطع عليها وصلة الرقص وتسمعها كلمتين في جنابها وتقول لها نفسي تعملي حاجة مفيدة في حياتك، اجري اكلي الحيوانات يا بنتي في المزرعة. تسمع كلامها وتروح بيرل للمزرعة ونعرف من هناك انها مصاحبة كل الحيوانات وعاملة معاهم صداقات وتقول لهم انا طلقت من البيت وفي يوم انا همشي وابقى اشهر راقصة استعراضية. تهب منها خالص وتعمل لنا وصلة رقص كده جوه المزرعة. يدخل عليها ذكر وز كده المرة دي يقطع عليها وصلة الرقص برضه، فتقول له انت ايه اللي جابك هنا يا منيل، وتروح ماسكة شوكة الحشيش ورازعاها في بطنه جايبة اجله. البنت دي شكلها دماغها رايحة منها وتروح بيها على البحيرة على طول ونتفاجئ انها بتنادي على تمساح تقول له تعالى يا ايده. وهناك بقى البنت دي مربية تمساح كبير بتاكله الحيوانات اللي بتموتها شكلها. ونتفاجئ ان التمساح بيسمع كلامها ويجي لها وتديله الوز يفطر بيها. وينتقل بينا المشهد جوه البيت ونكتشف ان بيرل دي متجوزة واحد اسمه هاور، وهاور ده بيحارب مع الالمان في الحرب العالمية وسايبها مع والدتها وابوها المشلول. واحد عايش مع رايا وبنته مجنونة لازم يتشل طبعا. وتدخل بيرل تاخد شاور وامها تخش عليها تسلخها عشان بتطرطش في الميه. تقول لها بكره تاخدي فلوس وتروحي البلد تجيبي علاج لابوكي وتلبسي كمامه على وشك، شكلهم عندهم كورونا زينا ولا ايه. ويطلع في الايام دي عندهم مرض منتشر. وما تصدق بيرل تاخد عجلتها وتروح على البلد عشان تجيب الدواء، بس المره دي تروح السينما وتتفرج على فيلم هناك وتفك عن نفسها شويه. وتروح تتفرج على فيلم استعراضي شبه بتاع فرقه رضا. تخرج بره تتفرج على الصور ويشوف هواد اللي بيعرض الافلام هناك. قرر يشقطها ويضرب معاها صحابيه ويديها سجاره ويظبطها يبقوا اصحاب. ويقول لها المره الجايه تعالي خبطي على الباب وانا ادخلك ببلاش. ويطلعها حته من النيجاتيف ويقول لها خلي دي ذكرى معاكي عشان لما تجيلي المره الجايه بما انك بتحبي السينما. وهي مروحه تضيع منها الهديه اللي الواد عطاها لها وتقلب عليها الدنيا في المزرعه وما تلاقيهاش. وتلاقي هناك خيال مآتة تكمل معاها وصلة الرقص. ولما تروح لمامتها تنفخها على التاخير ده وتقول لها اصل السكه بعيده. وهم قاعدين على العشاء والدتها تفتكر اللي هي باقي معاها فلوس تطلبها تقول لها فين الفلوس اللي باقيه معاكي يا بيري. فتقول لها شكلي كده جبتي بيها حاجه اكلها. تقول لها خلاص ادام جبتي حاجه تاكليها بقومي مالكيش عشاء معانا النهارده. ويضربوا خناقه كل يوم على العشاء. وتاني يوم الصبح تجيلها حماتها صاحبتها مينسي اللي ما شفتهاش من فتره طويله في المزرعه. ومامتها ما ترضاش تدخلهم جوه البيت عشان الوباء المنشور في الفتره دي ولا ترضى تاخد منهم الهديه اللي هم جايبينها. فمينسي تقول لها اختبارات هتتعمل عندنا الفتره الجايه عشان فرق مسرح وطالبين وجوه شابه، انا رايح اقدم، ما تيجي انا وانت نهرب ونروح نسلمه هناك. تركب عجلتها وتهرب من البيت تروح للواد بتاع السينما وتقول له على فكره التقديم في فرقه المسرح ويشجعها ويقضوا الليل كله مع بعض. ترجع البيت تاني يوم من غير ما حد يعرف. تاني يوم الصبح تكبر معاها ودماغها تلف منها تاخد ابوها وتروح بيه على البحيره. وطبعا مش محتاجه بصوت عادل امام بقى النوبادي، عارفين هتعمل فيه ايه. وتنادى على التمساح وتقول لابوها انت عارف ان انا بحبك طبعا، انا مش قادر اسيبك مع الولايه المجنونه اللي في البيت دي عشان انا بحبك. الولايه دي ممكن تجيب اجلك انما انا هرميك للتمساح واريحك من الناس دي كلها عشان انت مش هتهون عليا سيبك تعيش مع الولايه المجنونه دي. وفي اللحظه اللي بتنادي على التمساح وخلاص هتزق ابوها للتمساح امها تلحق الوضع وتاخد ابوها وترجع بيه على البيت تاني. يا عم مش كان التمساح احسن لك من الولايه دي. وبالليل على العشاء ميعاد خناقه كل يوم. تقرر بيري اللي هي تقول لها على فرقه الرقص اللي هي تقدم فيها. فامها تتحول عليها وتعمل لها فيلم هندي ويشدوا مع بعض وتقول لها انا تعبت منك ومن ابوك المشلول ده انت وجعتوا قلبي، انت كمان مجنونه، انت مريضه يا بيري وعاوزه تتعالجي. تكبر الخناقه وتقلب جد وقلم من هنا على قلم من هنا على زقه من هنا. بيري تزق والدتها على الدفايه وهي مولعه فالنار تولع في والدتها. قبل ما والدتها تطلع في الروح تاخدها كده تخباها في ودرون البيت وتروح تنام عند الواد بتاع شباك التذاكر ده وياخدها تاني يوم يروحها البيت بالعربيه بتاعته. قبل ما يدخلوا تفتكر بيري النصايب اللي هي عملها جوه تقول له استنى بره شويه لغايه ما اخبط عليهم لغايه ما يفتحوا لنا الباب. وتدخل هي تظبط الدنيا وتقول له تعالى خش خلاص. اول ما يخش يشك في الوضع كده شكله غريب وهي بتتكلم كلام مش مفهوم فشك فيها البت دي مش طبيعيه ويعرف انها مش طبيعيه ومريضه نفسيا. واول ما يفكر يخلع منها ويهرب بالعربيه بتاعته تروح ماسكه الشوكه اللي قتلت بيها الوزه تروح ضربها في صدره ومخلصه عليه. حد يحب واحده عبيطه يا عم الحاج زي البت دي. تروح داخله مظبطه نفسها ولابسه متشيكه عشان تروح ميعاد اختبارات الرقص. وهي ماشيه تلاقي ابوها قاعد على الكرسي مشلول يا عيني ولا بيتحرك كده ولا كده. وطبعا شاف الخناقه وشاف امها اللي ماتت بالليل فيصعب عليها فتقتله بالمره ما هي باظت بقى. وتروح اختبارات الرقص ولكنها قاتله 3 تنفار وتسقط في اختبارات الرقص وما تنجحش واللي تنجح صاحبتها ميت. وتروح هي وميتسي على البيت وتحاول ميتسي تهديها فتشك فيها وتشك انها مجنونه. تقول لها انا مش وانا مريضه زي ما والدتي كل شويه تقول لي وانا قتلتها عشان كل شويه تقول لي نفس الكلام. فميتسي تتفاجئ من الكلام اللي بتقوله وكده وتقول لها انا عارفه انك انت اللي نجحتي في الاختبارات صح، ما تخافيش مني انا مش هعمل لك حاجه، انت الغاليه يا اخت الغالي. والبنت تحب تخلع منها ولكن بيري تحصلها على باب البيت بره قبل ما تمشي
تمشي، والنوبه بقى ما تديهاش بالشوكه، لا تديها بالبلطه في نص ظهرها وتجيب اجلها وتاخدها على التمساح. وبعد ما تخلص على كل الناس اللي في الفيلم تروح بالليل تطلع جثه مامتها وجثه باباها وتحضر الفطار عشان يفطروا كده مع بعضيهم. وهي بتفطر مع الجثث دي على السفره تيجي بقى هنا المفاجاه الكبيره، يجي لنا جوزها هاورد ويدخل البيت اخيرا. ما شفناكش طول الفيلم يا عم الحاج، انت كنت بتحارب لوحدك ولا ايه؟ يخش مش مصدق اللي هو شايفه، فتبص له بصه كده وتضحك له تقول له انت كنت فين؟ انت وحشني. حد يتجوز واحده عاقله زي دي؟ انت جبتها منين؟ مين اللي وقعك فيها يا ولاد الحرام كتير ولا ايه؟ وشوف الوضع العجيب اللي هي فيه، وشكله التمساح كده هياكله ويتعشى بيه النهارده. ويخلص الفيلم. لو انت اول مره تشوفنا وتشوف قناتنا اتمنى تدوس لايك وتدعم مجهوداتنا وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لمتابعتك.